الفيلم يبدأ مع واحد من أشهر مصممي السيارات وهو يحكي على أحدث سيارة صممها واللي اعتبرها أكثر سيارة آمنة على وجه الأرض، وأعلن على اسمها وهو مونوليث. وقال أنه من مميزاتها أنها صديقة للبيئة ومدرعة وغير قابلة للتخريب لأنها مصنوعة من أقوى المواد الخامة، وكذلك مضادة للماء، وفيها 25 جهاز استشعار مضاد للخطر، ولما تفعل فيها وضعية الحصن راح يكون مستحيل فتحها بأي شكل من الأشكال، وتصبح محصنة بشكل كلي. هذا غير أنها مزودة بنظام ذكاء اصطناعي مثل سيري اللي موجود في الآيفون، واسم هذا النظام هو ليليث. وكل هذه المميزات تخلي المونوليث أكثر سيارة آمنة في العالم وغير قابلة للسرقة أو الاقتحام. ونروحوا لساندرا اللي شرى لها زوجها كارل سيارة مونوليث باش تستخدمها لما تسافر، ويكون هذا أول تعامل لها مع نظام ليليث، ويكون في السيارة مع ساندرا ولدها الصغير ديفيد. ولما بدات ساندرا تحكي مع ليليث اللي فهمت أنه طفل صغير موجود في السيارة مع ساندرا بالذكاء الاصطناعي، لأنها وزنت حجم ساندرا اللي جالسة في مقعد السائق، وبعدها وزنت المقعد الخلفي ولقات أنه الوزن خفيف، وقدرت تفهم أنه اللي جالس في الخلف طفل صغير، وتعرفت عليه وعرفت أنه اسمه ديفيد. وسألتها ساندرا لو أنها تقدر تعطيها الأوزان اللي ركبوا في السيارة من قبل، ولقات أنه موجود وزن غريب ركب في السيارة مع زوجها، وبدأت تشك فيه. وبعد شوي وصلتها مكالمة من كارل زوجها، وردت عليه باش يسلم على ولده ديفيد، وقال لها أنه حمل برنامج ليليث في تليفونها باش تقدر تتحكم في السيارة عن بعد من خلال التليفون فقط، ولازم تاخذ حذرها من استخدام ديفيد لتليفونها. وهنا سمعت عنده صوت طائرة وفهمت أنه في فندق المطار، وقالت له أنها رايحة لمنزل عائلتها تقعد عندهم شوي لأنه هو ديما مسافر بحكم شغله. ولما خلصت المكالمة نزلت الأقرب محطة بنزين باش تشتري أكل ليها ولديفيد، وأعطاته بخاخة الربو باش ما يتعبش، وبعدها دفعت ثمن الأغراض اللي شراتها. وشافت في التلفزيون اللي مقابلها رسوم متحركة على ثعلب يرمي خزنة حديدية من فوق الجبل باش يفتحها وياخذ الكنز اللي فيها. ولما راح تخرج لقات واحد واقف وراها وقال لها شبهتك المغنية راب مشهورة اعتزلت، وهو كان من المعجبين بها، وطلب منها تشاركوا في حفلة هو وصحابه إذا تقدر، لكنها رفضت بسبب أنه ولدها معها وطريق السفر طويل. ورجعت لولدها ديفيد وما لقاتوش، وبدات تعيط وهي خايفة. ولما خرجت برا لقاته جالس مع بنات يلعبوا معاه، وجرات عنده هزاته وتشاجرت مع البنات لأنهم سمعوها وهي تفتش عليه ولكن ما قالوا لهاش، وتشاجروا معها لأنها المفروض تشكرهم مش تعيط عليهم. وقالوا لها أنها أم فاشلة، وراحت للسيارة وحطت ديفيد في الكرسي تاعو وربطاته بحزام الأمان. ولقات أن الشباب جاوا يتشاجروا معها وخلاتهم وتحركت بالسيارة، وبدأت تسمع في الأغنية اللي سجلتها لما كانت مغنية مشهورة. وبعدها اتصلت بصاحبتها جيسيكا اللي كانت تغني معاها، وبداو يحكيوا على الأيام الجميلة والفرقة تاعهم. حتى سمعت ساندرا صوت طائرة عند صاحبتها، وفهمت أنه جيسيكا موجودة في نفس الفندق اللي جالس فيه كارل، وبدأت تشك في صاحبتها. حتى قالت لها جيسيكا أنه مش هي اللي كارل يخون فيها معها، وقطعت الاتصال. وهنا وصلت ساندرا لمنزل عائلتها، لكنها قررت تروح للفندق اللي فيه كارل بدون ما تقول حتى شخص، وبدات رحلة جديدة لمدينة لوس أنجلوس مع ولدها. لكن ليليث خبرتها أنه يوجد حادث في الطريق وراح تتأخر. طلبت منها ساندرا تفتش على طريق آخر باش ما تتأخرش، وغيرت المسار لطريق جانبي شبه مهجور. وطاح الليل وشافت أمامها محطة لكهرباء فارغة وما فيها حتى شخص، وبعدها شعلت سيجارة لأنها متوترة. لكن ليليث ترجمت الدخان على أنه حريق داخل السيارة، ووقفت السيارة على جانب الطريق وطلبت من ساندرا تنزل من السيارة حالا، لكن ساندرا أمرتها تغلق نظام الإنذار. وهنا عرضت عليها ليليث تتحكم في السيارة بشكل يدوي باش تغلق النظام. وافقت ساندرا على الطلب باش تقدر تسوق السيارة وهي تشرب في السيجارة، ولكن ديفيد بدا يسعل واضطرت ترمي السيجارة وشافت معاه باش تطمن عليه. وفجأة دخلت في غزال كان واقف في الطريق وعفست عليه، وتوقفت السيارة وأعطت لديفيد البخاخة تاعو وأعطاته التليفون تاعها باش يلعب اللعبة تاعو، ونزلت تطمن على السيارة وما انتبهتش أنه التليفون خرج من اللعبة، وأصبح ولدها متحكم في التليفون وبما فيه برنامج ليليث اللي يتحكم في السيارة. ولما كانت ساندرا تشوف مع الغزال اللي دخلت فيه، فتح ديفيد برنامج ليليث اللي أصبح المتحكم الوحيد في السيارة بعد ما لغات ساندرا نظام التحكم الإلكتروني. وهنا شغل ديفيد نظام الحصن في السيارة اللي حصن السيارة وغلق النوافذ، وأصبح ديفيد محبوس داخل السيارة وساندرا في الخارج. وراحت تجري عند ولدها وحاولت تخليه يلغي العملية من التليفون، وبدات تقول له يضغط على التليفون وهو مش فاهم، حتى رمى التليفون وطاح في السيارة. وفقدت ساندرا الأمل في فتح السيارة من خلال التليفون وما يكونش أمامها أي تصرف تعمله. ولما حاولت تتكلم مع ليليث من خارج السيارة ما ردتش عليها ليليث، لأنه ساندرا ألغت تفعيلها قبل ما تنزل بسبب السيجارة.
وفكرت تجيب صخرة باش تكسر بها زجاج السيارة، لكن إنذار السيارة اشتغل والصوت أزعج ديفيد وبدا يبكي، وتوقفت عن المحاولة لأنه الزجاج مصفح ومش راح يتكسر بسهولة، وقررت ترجع لمحطة الكهرباء اللي مرت عليها ممكن تلقى شخص يساعدها. لكنها مجرد ما بعدت على ديفيد بدا يبكي، ورجعت له مرة أخرى وطلعت فجأة وكأنها تلعب معاه، وكررت الحركة أكثر من مرة. ولما بعدت عليه ما بكاش لأنه كان يستنى فيها تخرج له مرة أخرى. ولما وصلت ساندرا لمحطة الكهرباء لقاتها مهجورة، ولما دخلت لقات تليفون يتصل بخدمة العملاء الخاصة بشركة الكهرباء. حاولت تحكي معاهم ولكن لقاتها رسالة مسجلة تقول أن الموظفين في إجازة حتى يوم الثلاثاء بسبب عيد الاستقلال، وواحد ما راح يرد عليها. وبدأت تفتش على أي حاجة تساعدها، ولقات مصباح ومفتاح حديدي ممكن تقدر تكسر به السيارة. ورجعت مرة أخرى لديفيد، وفي الطريق حست بحركة حولها وخافت وراحت تجري للسيارة وطلعت فوق السقف، وفجأة هجم عليها كلب وحاول يعضها، ولما ضربته بالمفتاح الحديدي هرب. وطلبت من ولدها يتنفس بهدوء ويحاول ينام، وبدأت تفكر في طريقة تنقذ بها ولدها. وشافت طائرة قريبة من الأرض، وفكرت أنه احتمال كاين مطار قريب منها وممكن تروح له في اليوم الموالي. ونامت فوق السيارة حتى طلعت الشمس ويكون الجو ساخن، وراحت تجري عند ولدها وحاولت تخليه ينزع المعطف اللي لابسه لأنه الجو ساخن وراح يتعب، لكن ما نفعش فيه. وحاولت تغطي سقف السيارة بملابسها باش ما تجيش الشمس في وجه دافيد. وراحت للمطار اللي اعتقدت أنه قريب، وبدأت تمشي مدة طويلة حتى لقات مجرى ماء أمامها. ولما راحت تشرب منه لقات طعمه سيء وماهوش صحي، وما قدرتش حتى تبلعه. ولما وصلت للمطار لقاته مهجور وفيه طائرة محطمة، ودخلت للطائرة وبدأت تفتش على راديو أو أي حاجة تساعدها في فتح السيارة. وراحت لمطبخ الطائرة على أمل تلقى ما تشربه، ولقات قارورة كبيرة فارغة وزجاجات ويسكي صغيرة. وقررت تشعل النار في عجلات الطائرة على أمل الدخان يلفت انتباه الناس اللي في المنطقة. وراحت لمجرى الماء وعمرت القارورة، ورجعت للسيارة ولقات الملابس اللي حطتها فوق السيارة طارت، وفهمت أنه الشمس ضاربة في ولدها. وجرات عنده ولقات وجهه حمر وهو نايم، وفرغت الماء اللي معاها فوق سطح السيارة باش تقلل من درجة حرارتها، وحاولت تشعل النار وتخلي السيارة تتجاوب مع الدخان لما يدخل داخلها على أساس تفتح النوافذ. لكن ليليث ترجمت أن الحريق خارج السيارة، ووقفت المروحة اللي ترطب الجو داخل السيارة باش الدخان ما يدخلش للداخل، وهذا الشيء خلى الوضع أسوأ أكثر. وفرغت بقية الماء على النار باش تطفيها وتكون الحرارة في ارتفاع داخل السيارة. وحاولت تكسر السيارة بأي شكل بالمفتاح اللي معها، لكن السيارة تكون مصفحة وما كانش أمل لكسرها، حتى أغمى عليها من التعب. ونشوف ولدها مات، وبعد سنوات جات لمكان السيارة ومعها زوجها كارل، وبدا يلوم فيها لأنها قتلت ولدها بسبب سيجارة، ولو ما شربتش السيجارة كان ولدها عايش، ولكن بسبب أنانيتها خسرت ولدها للأبد. وبدأت تبكي حتى فاقت من النوم، وعرفت أنه عبارة عن حلم. وراحت تجري عند ولدها باش تتأكد أنه مازال في السيارة ويكون نايم ومش سامع صوتها، واعتقدت أنه مات كما شافت في الحلم، حتى شافت صباعه يتحركوا، وفرحت لأنه مازال عايش وكاين أمل لإنقاذه. وقررت ما تستسلمش، وفجأة شافت كلب يشوف معاها وحاول يهجم عليها بسبب ريحة الدم اللي خارجة من الغزال. ودخلت ساندرا تحت السيارة ودزت الغزال من تحت على أساس الكلب يشوفه، وهنا اكتشفت أنه الغزال هو اللي منع السيارة من الحركة. ولما تحرك الغزال تحركت السيارة ناحية حافة الجبل، وحاولت ساندرا تمنعها من السقوط حتى نشوفوا صخرة في الأرض منعت السيارة من الحركة، وتوقفت مكانها. وهنا فقدت الأمل بفتح السيارة، وبدأت تفكر في طريقة تنقذ بها ولدها قبل ما يموت. ووقفت على حافة الجبل وتفكرت الرسوم المتحركة اللي شافتهم داخل محطة البنزين، وأنه الخزنة الحديدية ممكن تتدمر لو طاحت من فوق الجبل. وقررت ترمي السيارة من فوق الجبل، وبدأت تنزع في الحجر اللي تحت العجلة، وراحت تجيب المفتاح الحديدي اللي أمام الكلب. ولما قربت باش تهزه كان راح يهجم عليها الكلب، لكنها تشجعت وبدأت تعيط عليه حتى هرب، وبدأت تكسر في الحجر اللي تحت السيارة بالمفتاح، ودفعتها لجهة حافة الجبل، وهي تشوف مع ولدها وكأنها تودع فيه. وتمنات أن السيارة تكون محصنة كما قالوا، وأن ولدها راح يكون محمي داخلها لأنه مربوط بحزام الأمان وكرسي الأطفال اللي مربوط في مقعد السيارة. وأثناء سقوط السيارة تفعل نظام التوازن اللي يهدف للتحكم في سرعة السيارة وسقوطها على العجلات، ونعرف أنه نظام حماية قوي جدا. ولما راحت ساندرا تجري عند السيارة طاحت من حافة الجبل وتجرحت في رجلها، ولما وصلت للسيارة ومسكت الباب لقات أنه تفتح تلقائيا،
وخرجت ولدها من السيارة ونزعت له ملابسه وجلست معاه في الظل، ولقات ولدها مازال عايش ويتنفس. وتكون في هذه اللحظات السيارة تعمل في إعادة تشغيل للأنظمة مرة أخرى. وركبت ساندرا في السيارة وجربت تخرج من المكان اللي هي فيه، لكن ليليث ما قدرتش تلقى أي طريق حولها ما عدا جبل مرتفع أمامها. وهنا فعلت ساندرا وضعية التضاريس الوعرة وبدأت تطلع في الجبل وتحاول تتجنب أي تصادم مع الصخور، حتى قدرت ترجع بنجاح للطريق اللي كانت فيه، وكملت تمشي لأقرب مستشفى في المكان. وتم نقل ديفيد وساندرا للطوارئ فورا، وتم إنقاذ حياة ديفيد. ونشوف ساندرا تبكي وهي تشوف في ولدها أمامها ويتنفس بشكل طبيعي. وأخيرا نجحت في إنقاذ ولدها اللي كان راح يموت بسبب سيجارة، وقدرت تنام وهي مرتاحة. ما تنسوش تدعمونا بتعليقات لأنها تزيد في نسبة المشاهدة، والضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة باش يوصلكم جديد من قناة زيب أفلام. سلام.